هدير عبد الرازق بيتقبض عليها للمرة المليون تقريبا. تعال اقول لك بالظبط ايه اللي حصل. جه للشرطة بلاغ ان في شاب محجوز في شقة من قبل هدير عبد الرازق وابوها، والشقة دي موجودة في كومباوند مشهور في القاهرة الجديدة. لما الشرطة جت لقت الشاب ده مع فعلا هدير عبد الرازق وابوها، وهم محتجزين الشاب ده في الشقة دي، والشقة دي هدير عبد الرازق وابوها مأجرينها. طبعا اول لما الشرطة جت كله بقى عمال بيتهم كله. هدير عبد الرازق بتتهم الشاب ده ان هو صور لها فيديوهات مش كويسة وبيهددها بيها، والشاب بيرد بيقول ان هو اصلا على علاقة بهدير عبد الرازق، وان ابوها وهدير احتجزوه في الشقة ديت وهم اللي بيهددوه. طبعا الشرطة قبضت عليهم هم الثلاثة وحولوهم للنيابة. طبعا قبضوا عليهم في اسم التجمع الأول. في ناس كتير بتقول ان الشاب ده اللي هو الولد اللي اسمه اوتاكا اللي جه اتقدم لهدير عبد الرازق لما كانت طالعة في التلفزيون قبل كده، وفي ناس بتقول ده شاب تاني. طبعا ما تعرفش ايه نهاية العك اللي بتعمله هدير عبد الرازق. ليه اصلا البنت دي كل شوية تتحبس وتخرج تتحبس وتخرج؟ ليه اصلا بتخرج طالما هي بتقدم اساءة للمجتمع عن طريق فيديوهاتها او عن طريق اللايفات بتاعتها؟ ايه السبب اللي يخليها تخرج للمجتمع مرة تانية؟ المفروض اللي زي هدير دي تتحبس ما تخرجش، او لو هتخرج خلاص يبقى تحترم نفسها بقى. انما كل شوية وكل فترة هدير عبد الرازق تتحبس وتخرج، كل فترة هدير عبد الرازق تتحبس وتخرج. طب ايه طيب؟ هنخلص من قصة هدير عبد الرازق واشكالها امتى؟ قولولي في كومنتات انتوا شايفين الموضوع ازاي من وجهة نظركم.